السلام عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي قناة الجرينتا الجزائرية في كل مكان. وقبل أن نبدأ الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تبخلوا علينا بوضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أولا بأول دون عناء البحث عليه. كما علمنا أن معظم محبي القناة لا تصلهم فيديوهاتنا، وذلك بسبب عدم الاشتراك والتفاعل مع الفيديوهات. لذا فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. أعلنت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم عن الانطلاق الرسمي لتربص الخضر اليوم الاثنين التحضيري لدورة فيفا سيريا 2024. وقالت الفاف أن المنتخب الوطني الجزائري سينشط مباراتي بوليفيا وجنوب إفريقيا، وستكون الفرصة مواتية للناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش من أجل أخذ نظرات شاملة عن لاعبيه الجدد وتحقيق انطلاقة قوية مع الكتيبة الوطنية رغم ودية الدورة. هذا وأجرى لاعب الخضر أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى اليوم الاثنين وسط أجواء رائعة. وتدرب لاعب المنتخب الوطني لأول مرة بقيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، كما تدرب الحراس بتركيز كبير تحت قيادة المدرب الجديد نصر الدين بيرارما. وعرفت الحصة التدريبية الأولى تواجد الثنائي بن رحمة وأمين غويري إلى جانب العائد إلى بيت الخضر جوان حاجم.